المشاهدون الأكارم، طبتم أوقاتا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرث، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دعوة لسائقي السيارات للتحلي بالمسؤولية. تحسين التعليم الأكاديمي في مديرية المنهلين. تنظيم حملات توعية مكثفة لمكافحة الملاريا في مديرية الدغية. هجوم على موقع عسكري في بوركينا فاسو يودي بحياة 33 جنديا. الصين تتهم الفلبين بأنها أرادت عمدا التسبب في حادث بحري. وإسبانيا ترزخ تحت وطأة الحر المبكر والجفاف. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعت شرطة المرور في الإقليم الجنوبي سائقي السيارات وأصحاب ورش إصلاح السيارات للتحلي بالمسؤولية في أنشطتهم اليومية. وأوضح مسؤول شرطة المرور في الإقليم الرائد تخل برهان يوحنس في الاجتماع الذي عقد يوم 26 من أبريل في مدينة مندفرة بتعاون مكتب النقل البري، أوضح تأثير خرق قانون المرور والحوادث المرورية ودور السائقين للحد من الحوادث لحماية الأرواح والممتلكات. وذكر محقق الحوادث المرورية السيد باولوس كيدانا وقوع 351 حادثا مروريا العام الماضي أسفر عن مصرع 27 شخصا وإصابة 264 بجروح وتدمير ممتلكات تقدر بحوالي 6 ملايين نقف. من جانبه دعا مسؤول النقل البري في الإقليم السيد محاري حبت المجتمع لتوخي الحيطة لمكافحة الحوادث المرورية، خاصة السائقين للتحقق من جودة عمل السيارات واحترام قوانين المرور. وطالب الاجتماع لمراقبة السرعة الفائقة على طريق أسمر مندفر وإصلاح شارات المرور في الطرقات وتجديد ألوان خطوط مرور المشاة في مدينة مندفرة وتشذيب الأشجار التي تعيق الرؤية في الشوارع. أفاد مكتب التعليم في مديرية إمنحيلي تعظيم خدمات التعليم المصحوبة بالتقانة في إطار عملية تحسين جودة التعليم. وذكر مسؤول المكتب الأستاذ مريح كيروس إدخال وسائل التعليم السمعية والمرئية لتقوية النظام التعليمي في 11 مدرسة متوسطة وثانوية. وقال إن الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في التعليم تم شراؤها بمبادرات الشعب. وأوضح مدراء المدارس أن الدراسة المصحوبة بالتقانة لها دور كبير في رفع الكفاءة التعليمية. وأشار الطلاب إلى أن التعليم المصحوب بالسمعيات والبصريات يساعد لفهم الدروس جيدا ومواكبة التطور التقني. تشهد مديرية الدغية في الإقليم الجنوبي حملات توعية مكثفة لوقاية ومعالجة الملاريا. وذكر مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد ولد أب جبرز جابير في السيمينار الذي عقده في 25 من أبريل للطلاب والسكان والمهنيين الصحيين وموظفي الحكومة أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت المديرية ظاهرة الملاريا مقلقة، موصيا المواطنين لضرورة استخدام سبل وقائية ناجحة. وأوضح مسؤول الصحة العامة في مستشفى المديرية الشاب كوخب تسفاي أن الفحوصات التي أجريت للمرضى عام 2020 أثبتت إصابة 39 شخصا بالملاريا، ولكنه ارتفع العدد في 2021 إلى 80 وفي 2022 إلى 372 شخصا. وأن منطقتي سافيرا وإيجيلا هما أكثر المناطق تضررا، مشيرا إلى بدء رش الأدوية في المنازل. ودعا المواطنين لضرورة استخدام الناموسيات لمدة عام كامل من أجل مكافحة ووقاية الملاريا. وناشد مدير المديرية السيد هبتاي تسفازجي المواطنين لدفن البرك والمستنقعات وضرورة استخدام الناموسيات. دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية غونيا السيد عبد الوهاب سليمان العمل بوعي عالي للدفع ببرامج التنمية والتصدي في 12 ضاحية. وقال إن الجهود المبذولة في السنوات الماضية بتعاون الشركاء حققت نتائج مرضية لحماية التربة وحفظ المياه.
وحث المزارعين للقيام بالاستعدادات الزراعية وتمهيد الأراضي الزراعية قبل حلول موسم الأمطار. وذكر السكان قيامهم بحفر مجاري خطوط مياه بلدة غونيا، مؤكدين الجاهزية لتقوية المشاركة بتنظيم أقوى مستقبلا. نظم سكان بلدة ميعيني حفل غداء لأعضاء قوات الدفاع العاملين في بناء البنى التحتية على طريق ميعيني صرنا. وأوضح منظمو الحفل أن الهدف من البرنامج هو تقديم الشكر لأعضاء قوات الدفاع الذين يشيدون جسرين على الطريق منذ بداية شهر أبريل، وأعربوا عن ثقتهم لحل الجسرين مشكلة التنقل في موسم الأمطار التي كانت تعيقها السيول والمساهمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وذكر أعضاء قوات الدفاع بأن الحفل الذي نظمه السكان يرفع المعنويات ويدفعهم لمزيد من العمل الفعال، مؤكدين مواصلة العمل بقوة لإكماله في أقصر وقت ممكن. تبعد بلدة ميعيني مسافة حوالي 58 كيلومترا إلى الشرق من مدينة مندفرة. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت حكومة بوركينا فاسو التي يقودها الجيش إن 33 جنديا قتلوا وأصيب 12 آخرون في هجوم على موقع عسكري شرق البلاد في أحدث موجة عنف في البلد الذي يخوض قتالا ضد تمرد المتشددين. واستهدف الهجوم الوحدة العسكرية في أوغارو بالمنطقة الشرقية في بوركينا فاسو. وقال الجيش في بيان إن الجنود الذين حوصروا في الهجوم قتلوا ما لا يقل عن 40 إرهابيا قبل وصول التعزيزات. وبوركينا فاسو واحدة من عدة الدول في غرب أفريقيا تقاتل تمردا عنيفا من المتشددين امتد من مال المجاورة على مدار العقد الماضي وأدى إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 2,000,000 شخص. وتصاعد العنف في البلاد في الشهور الماضية، وتواجه السلطات صعوبة في استعادة أراضٍ على الرغم من تكثيف العمليات الأمنية. قالت الصين إن حادثا كاد يقع في بحر الصين الجنوبي بين سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين وسفينة دورية فلبينية، تقول صحفيين، نتج عن عمل استفزازي متعمد. ووقع الحادث غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني تشين غانغ لمانيلا، كانت تهدف إلى خفض التوترات في هذه المياه المتنازع عليها. وقطعت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين الطريق على سفينة فلبينية أصغر منها مرتين، وأصبحت على مسافة 45 مترا إحداهما من الأخرى، وقد تجنبتا الاصطدام بصعوبة. تقول الصين إنها كانت أول بلد يكتشف ويسمي جزر هذه المنطقة البحرية الشاسعة التي يمر عبرها اليوم جزء كبير من التجارة بين آسيا وسائر أنحاء العالم. بدأت تضرب إسبانيا موجة حر مبكرة وغير اعتيادية، حيث سجلت درجات حرارة قياسية في بلاد تعاني أصلا منذ بعض السنوات من زيادة في نسب الجفاف والتصحر والحر الشديد، خصوصا في المناطق الجنوبية. ومن المتوقع أن تستمر الموجة حتى اليوم الجمعة، حيث من المنتظر أن تسجل درجات حرارة قياسية جديدة غير مسبوقة في شهر أبريل. وقالت وكالة الأرصاد الوطنية أن الموجة ترجع إلى وصول الرياح ساخنة من شمال أفريقيا، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بلغ المعدل الذي تسجله عادة في الأيام الصيفية. ودفعت موجة الحر هذه بالسلطات إلى التحذير من مخاطر اندلاع الحريق، علما أن إسبانيا خسرت هذا العام بشكل مبكر أيضا نحو 54,000 هكتار من الغطاء النباتي والحرجي بسبب الحريق، مقارنة ب17,000 هكتار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
الخبر الأخير في هذه النشرة: قدمت الصين احتجاجا لكوريا الجنوبية، وذلك بعد بيان مشترك أصدرته مع الولايات المتحدة بشأن تايوان، في حين أعلن الجيش الصيني رصد طائرة عسكرية أمريكية في مضيق تايوان. وقالت الخارجية الصينية إن بكين قدمت احتجاجا شديدا لسفارة كوريا الجنوبية، مؤكدة أن تايوان جزء من أراضيها، كما دعا سول إلى الالتزام الصارم بمبدأ الصين الموحدة. والأسبوع الماضي احتجت الصين على تصريحات خاطئة لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بشأن تايوان، قائلة إنها غير مقبولة على الإطلاق. وحذرت بكين واشنطن وسول من إثارة مواجهة مع بيونغ يانغ بعد ما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي خلال قمة في واشنطن إن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية سيفضي إلى نهاية نظامها. نهاية النشرة. هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. دعوة لسائقي السيارات للتحلي بالمسؤولية. تحسين التعليم الأكاديمي في مديرية ابن حليم. تنظيم حملات توعية مكثفة لمكافحة الملاريا في مديرية عدائية. هجوم على موقع عسكري في بوركينا فاسو يودي بحياة 33 جنديا. الصين تتهم الفلبين بأنها أرادت عمدا التسبب في حادث بحري. وإسبانيا ترزخ تحت وطأة الحر المبكر والجفاف. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.